هناك شراكة بين المغرب وألمانيا في إطار مبادرة تشمل 70 دولة. وخلال سنتين منذ إطلاق هذه المبادرة تمكنا من تحقيق نتائج مشجعة، واتفاق باريس ليس سوى البداية. الطاقة المتجددة كانت في صلب الخطاب الافتتاحي للرئيس الفرنسي الذي أعلن عن شراكة أوروبية من أجل تحقيق الانتقال الطاقي، وأن ساعة الحسم والعمل بدأت منذ اليوم في بون. أريد التنويه بانخراط المغرب الذي احتضن كوب 22 والذي يساهم بالعمل على المستوى الدولي لفائدة المناخ، وفيجي التي تترأس كوب 23، وكذا كل من يلتزم بمواصلة العمل في هذا الصدد على الصعيد الدولي. نحن بحاجة لالتزامات واضحة وصريحة من قبل المجموعة الدولية من أجل إغناء النقاش على المستوى العلمي لتنوير قرارات الدول. وباسم المجموعة الإفريقية عبر الرئيس الجابوني عن تخوف إفريقيا من الكوارث الطبيعية التي تجتاح العالم والتي تهدد السواحل والأمن الغذائي بإفريقيا. اليوم ترتفع تكلفة التكيف والتغيرات المناخية إلى حوالي 50 مليون بليار دولار بالنسبة لإفريقيا لوحدها. وبين قمة باريس وقمة مراكش يضيف الرئيس الجابوني إفريقيا انخرطت في كل المبادرات الهادفة إلى الحد من انعكاسات التغيرات المناخية. من باريس إلى مراكش تعبأت القارة الإفريقية لكسب مجموعة من الرهانات البيئية المتعلقة بالتغيرات المناخية. لقد قمنا بتبني مجموعة من الإجراءات كالمبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة التي تتوخى سد حاجيات الساكنة من الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المبادرة الإفريقية للتكيف والحد من تأثير التغيرات المناخية بالقارة، فضلا عن إحداث 3 لجان تهم منطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية. Dedicated to geographic regions, the Sahel Commission, the Congo Basin Commission, and the Commission for Island States. La COP22 de Marrakech. من بين ما تم تحقيقه خلال قمة كوب 22 بمراكش والتي حرصت على تفعيل توصيات كوب 21 بباريس، جددت الدول الغنية التزاماتها بشأن رصد 100 مليار دولار إلى غاية 2020 لمساندة المشاريع التي تهدف إلى الحد والتكيف مع التغيرات المناخية. الجلسة الافتتاحية عرفت مشاركة أزيد من 193 دولة وأزيد من 19 خطاب افتتاحي لهذه الدورة التي حضرتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ممثلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة رفيعة المستوى كوب 23. القمة التي أجمعت على تمكين الدول والشعوب من تحسين مستوى وجودة عيشها دون الإضرار بالتنمية المستدامة التي تظل من حق الأجيال القادمة. اضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد.